لا تنسوا الاشتراك في القناة. اعتاد سامي وليلى على استكشاف العالم من حولهما، لكن لم تكن مغامرتهما تحت البحر سوى حلم فعليهما تحقيقه. ارتديا ملابس الغوص الزاهية وغاصا في أعماق البحر الأزرق. كانت المياه صافية ومرحبة، وكأنها تدعوهما لاستكشاف أسرارها. بينما كانا يغوصان، ظهرت أمامهما أسماك ملونة تلمع كأنها قطع من قوس قزح مغموسة في الماء. تلعب الأسماك حولهما وتبدو سعيدة بوجودهما. تابع سامي وليلى رحلتهما نحو الأسفل، حيث اكتشف شعابا مرجانية لامعة تشبه حدائق تحت الماء نسجت بعناية فائقة مليئة بالتفاصيل والألوان. فجأة ظهر أمامهما حوت ضخم، لكنه كان ودودا ومرحا. كان الحوت سعيدا برؤية ضيفين جديدين في مدينة الأعماق، وقرر أن يصطحبهما في جولة لتنضم إليه في مغامراته الليلية. تحرك الحوت برشاقة وعرض لهما أروع ما تخبئه المدينة المرجانية من عجائب. تعلم سامي وليلى من الحوت الكثير عن الحياة تحت البحر، كيف تعيش الكائنات البحرية فيتناغم تم مع بيئتها، وكيف يشكل الحفاظ على نظافة المحيط واجبا على الجميع. أدرك أهمية حماية هذا العالم الساحر للأجيال القادمة، وقرر أن ينقل رسالتهما إلى الآخرين. انتهت الرحلة بسرعة، لكن الذكريات ستبقى معهما إلى الأبد. عندما ظهرا من البحر، كانا متحمسين لنشر ما تعلماه ومشاركته مع أصدقائهما. لقد كانت رحلة مليئة بالمتعة والمغامرة، لكنها أيضا كانت درسا ثمينا في حب المحافظة على البيئة البحرية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصل لكم كل جديد.